الصفقات اللي انا شفتها في حياتي وفي تاريخ الاهلي كله هي صفقه عمر الساعي، مش تقليلا من عمر الساعي والله، بس هو انت على اي اساس اتعاقدت معاه؟ يعني ليه؟ انت حرفيا انت خسرت فلوسك، واللعيب خسر بدايته اللي ما كانتش واو. يعني هو كان لعيب حلو بس مش واو. يعني انت لو رجعتنا بالزمن ل 2018 صلاح محسن ساعتها كان واو، لعيب عنده 19 سنه بينافس على هداف الدوري، عندك حق. بس بعد كده فشل معاك، تروح انت عامل نفس الغلطه تاني ومتعاقد مع لعيب ما قدمش الاداء اللي هو الخرافي حتى مع ناديه الاصلي، وتجيبه لاقوى فريق في افريقيا اللي هو اكتر فريق قاعده جماهيريه في مصر او في الوطن العربي، اللي هو لو لعيب شرب بقه ميه زياده بتتعرف عادي، بتنزل في اخبار وكل حاجه. فبصراحه كانت صفقه غلط من لجنه التعاقدات من النادي الاهلي، ادت لخساره فلوس وخساره شغف لعيب. عمر الساعي لعيب حلو، انا ما انكرتش ده، بس انت حرفيا قتلت شغفه اللي كان لسه بيبدا اصلا. نيجي لتاني صفقه، يوسف ايمن. هو برضه يوسف ايمن مش الصفقه وحشه عشان هو وحش، لا،